المكسيك الآن مشاهدينا ليست كما نعرفها، فمدينة غوادالاخارا التي يفترض أن تستضيف كأس العالم بعد أسابيع قليلة فقط تحولت خلال ساعات إلى ساحة حرب مفتوحة. كل ذلك جاء بعد العملية التي استهدفت الرجل الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه أخطر رجل على وجه الأرض، زعيم عصابة الجيل الجديد المعروف بإل مينشو، الرجل الذي حير أجهزة الاستخبارات لعقود، والشبح الذي لا ينام في المكان نفسه أكثر من 4 ساعات، ويحيط نفسه بدرع بشري لم تتمكن أحدث الأقمار الصناعية من اختراقه. لكن السؤال الذي يزلزل المكسيك اليوم هو: كيف سقط هذا الحصن أخيرا؟ وما هي الطريقة الصادمة التي وجد بها متخفيا في اللحظات الأخيرة قبل الانفجار الأمني؟ هذا ما سنكشفه بعد قليل عبر شهادة حصرية لأحد الضباط في جهاز سيدو المكسيكية، الذي يروي للمرة الأولى الرواية الكاملة من داخل العملية. إذن الرأس الذي رصدت عليه جائزة بلغت 15 مليون دولار في أعلى مكافأة عرفتها المكسيك الحديثة، والعصابة التي لا تشبه بأي تنظيم آخر، والتي تمتلك مدرعات محلية وطائرات بدون طيار، أشعلت خلال ساعات عشرات المدن، وأحرقت محطات الوقود لقطع إمدادات الجيش، وحولت الشوارع إلى خطوط مواجهة. وفي بورتو فالارتا السياحية انهارت الحركة بالكامل، أغلقت المطارات، اختبأ السياح، وظهرت تقارير تشير إلى محاولة استخدام الأجانب كدروع بشرية. وطبعا سنستمع بعد قليل كيف تعاملت القوات مع تلك اللحظات الحرجة. والأسوأ أن صحفا دولية بدأت تتحدث عن احتمال نقل مباريات المكسيك إلى الولايات المتحدة بسبب فقدان السيطرة الأمنية، الأمر الذي يضع البلاد أمام خسائر بمليارات الدولارات ويفتح بابا واسعا للشك: هل ما يحدث مجرد اضطراب مؤقت، أم أن هناك من يريد استغلال الفوضى لإعادة رسم مستقبل المكسيك الرياضي والسياسي قبل كأس العالم؟ أما الرواية الأخطر، رواية الخيانة من الداخل، فبحسب مصادر متعددة لم يتم الوصول إلى موقع المنشو عبر طائرات الدرون فقط، بل عبر شخص من دائرته الضيقة قدم الإحداثيات مقابل صفقة محتملة مع الولايات المتحدة. وهذه الرواية بالتحديد سيتوقف عندها شاهدنا الحصري بعد دقائق، لأنها تلعب الدور الأكبر في فهم ما يجري الآن داخل التنظيم. المكسيك اليوم تقف عند مفترق طرق، لكن ما لم يعلن للعلن بعد هو كيف بدأت العملية فعلا، من الذي باع الزعيم، وماذا جرى في اللحظة التي أدرك فيها رجاله أن اللعبة انتهت. هذه التفاصيل نرويها لكم اليوم في هذا التحقيق، وعبر الشهادة التي حصلنا عليها حصريا من ضابط الاستخبارات في جهاز سيدو لمكافحة الجريمة المنظم. نحن لا نتحدث عن تاجر مخدرات عادي، نحن نتحدث عن رجل قانون سابق تحول إلى إله بالنسبة لجماعته. هل تعرف لماذا كان ولاؤهم له غريبا؟ لأن إل مينشو لم يكن يتعاطى المخدرات أبدا. الرجل لم يكن يتعاطى المخدرات، لم يكن سكيرا، لم يكن فوضويا مثل كثير من زعماء الكارتلات. كان مهووسا بالسيطرة، يدير إمبراطوريته بعقلية جراح، وكان يفرض على رجاله انضباطا عسكريا صارما: من يخطئ لا يعاقب بل يختفي. كان منضبطا بشكل يثير القلق، يستيقظ في الوقت نفسه، يقرأ التقارير بنفسه، ويرفض تماما أن ينام ليلتين في المكان ذاته. كان يغير موقعه كل 3 إلى 4 ساعات، لأنه يعرف أن الأقمار الصناعية تحتاج وقتا لالتقاط صورة وتأكيد هويته. كان يتحرك دائما مع 3 أشخاص فقط: سائقه، ممرضه الخاص لأنه مصاب بأمراض الكلى، وشخص يسميه رجاله الظل، وهو الحارس الأقرب الذي لا يتركه حتى دقيقة واحدة. رجاله كانوا يطيعونه بطريقة لا يمكن تفسيرها. الولاء عندهم ليس ولاء عصابة، بل أشبه بولاء جنود عقائديين. يعني هم لا يخافون من الشرطة، هم يخافون من فكرة أن يخذلوه. ولهذا السبب كان اختراق دائرته الضيقة مستحيلا لسنوات. بصراحة لا يمكن أن ننكر أن الرجل ذكي، العالم كله كان يبحث عنه في القصور، بينما هو كان ينام في أكواخ خشبية داخل جبال سييرا مادري
نعم، أجهزة استخبارات عالمية كانت تفتش الفنادق، المزارع، الفيلات المخفية، لكن الرجل كان يعيش في أماكن لا تتوقعها حتى الحيوانات. طبعا لم يكن يستخدم هاتفا واحدا، لم يكن يملك هاتفا أصلا في أشهره الأخيرة. كان يعتمد على رسل بشريين، رجال يقطعون عشرات الكيلومترات سيرا على الأقدام ليحملوا الرسالة، ثم يعودون بالطريقة نفسها، لأن أي إشارة إلكترونية كانت تعتبر رصاصة في الرأس. وفي المناطق الجبلية التي يختبئ فيها كان يفعل شيئا لا يفعله أي زعيم عصابة، كان يستولي على قرية نائية ثم يحول سكانها إلى جيش من المخلصين له. هو لم يكن بحاجة لتهديدهم، الناس هناك يعيشون في فقر مدقع. وفي اللحظة التي دخل فيها إل مينشو وفر لهم حماية من العصابات المنافسة، أعطاهم دخلا ثابتا وبنى لهم عيادات صغيرة ومدارس بدائية. بالنسبة لسكان تلك القرى لم يكن مجرما، كان المنقذ الذي لم ترسله الحكومة يوما، وهذا ما جعل تعقبه بمثابة مطاردة شبح. شبح محمي بالبشر، لا بالأسوار ولا بالجدران. رغم انضباطه العسكري كان لديه هوس واحد فقط: النساء. كان يبحث دائما عن امرأة ترافقه، ربما ليس للمتعة فقط، فهو كان يريد امرأة موثوقة تراه كقائد. علاقاته لم تكن كثيرة، لكن كل علاقة كانت تتحول إلى سر أمني، لأن المرأة التي تدخل حياته هي تعرف تفاصيل لا يجب أن تعرف، ولهذا كان يغير النساء كما يغير مخابئه. ليس رفاهية فقط، بل استراتيجية بقاء. وعندما أعلنت الحكومة الأمريكية جائزة $15 مليون لمن يقدم معلومة تقود إلى القبض عليه، هنا بدأ الصراع الحقيقي. فهذا الرقم ليس رقما عاديا، هذه أغلى جائزة رصدت لرأس في تاريخ المكسيك الحديث. ومنذ تلك اللحظة بدأنا نرى بوادر الانقسام داخل دائرته، لأن كل رجل حوله صار يفكر: ماذا لو أبلغت أنا؟ ماذا لو حصلت على حياة جديدة في مكان لا يعرفني فيه أحد؟ ولأول مرة منذ سنوات بدأت المعلومات تتسرب، ليست معلومات كاملة وليست دقيقة بما يكفي، لكنها كانت تقول شيئا واحدا: الدائرة الداخلية لم تعد نظيفة، والخيانة بدأت تلوح في الأفق. في ليلة التصفية لم تبدأ العملية بالقوة الغاشمة كما يظن الكثيرون. لم تحلق الطائرات أولا كما حدث في العمليات السابقة. البداية كانت من مكان آخر تماما، من داخل الحلقة الميدانية الضيقة للرجل نفسه. فالإحداثيات التي قادت إلى موقعه لم تأتي من قمر صناعي، ولا من جهاز تنصت، ولا من اختراق إلكتروني، بل جاءت من خيط رفيع، من شخص باع ولاءه الذي حافظ عليه لسنوات مقابل حياة جديدة. هذا الرجل عرف أن $15 مليون تعني أكثر من مجرد رقم، تعني طريقا للهروب من موت محتوم داخل التنظيم. ولذلك عندما اقتربت القوات من النقطة المحددة، كان الحصن من الداخل قد تلقى ضربته الأولى قبل أن تطلق أي رصاصة. عند دخول قوة الجيش المكسيكي للمنطقة لم يكن الحراس في وضع قتال، لم يكونوا مستعدين، لأن الرجل الذي خان كان قد رتب الوضع والوقت في موعد تبديل الحراسة، الدقيقة التي يتراجع فيها فريق قبل تسلم الفريق التالي. ففي لحظة شعور رجاله بأن الخطر يقترب، كان الوقت قد انتهى والعملية تم تنفيذها. المنشو لم يمت وهو يطلق النار في الشارع، ولم يمت في اشتباك طويل، ولم يكن يقود هجوما مضادا كما روج البعض. الرجل مات وهو يفعل ما فعله طوال سنوات هروبه، يحاول الانتقال إلى مخبأ جديد. كان يحاول الوصول إلى نفق سري، أحد الأنفاق القصيرة التي كان يحتفظ بها كخطة نجاة أخيرة، لكنه لم يتمكن من قطع المسافة كاملة. يعني الموت لم يأتي في ساحة مفتوحة، بل في الممر الضيق الذي كان يظنه بوابة النجاة. ما جرى الليلة لم يكن مجرد نهاية لزعيم عصابة، بل كان نهاية محسوبة في توقيت لم يكن بريئا أبدا. فكل من تابع الملف من الداخل يعرف أن اختيار اللحظة التي سقط فيها إلمينيتشو لم يخضع لمنطق الصدفة، بل لمنطق من يريد صناعة واقع جديد قبل كأس العالم. واقع يثبت للعالم أن المكسيك بلد غير قادر على حماية نفسه ولا ضيوفه، فكيف ببطولة كونية تستقبل ملايين البشر؟ العملية لم تنفذ حين كان الرجل في أقوى حالاته، بل حين كان أضعف ما يكون. ومشاهد الفوضى التي عمت المدن لم تكن عارضا جانبيا،
بل نتيجة متوقعة ومرغوبة في الوقت نفسه، لأنها قدمت الصورة التي احتاجها البعض: مكسيك متوترة، عاجزة، خارجة عن السيطرة. وبينما أعلنت الصحف الأمريكية خلال ساعات فقط احتمال نقل المباريات إلى الولايات المتحدة، بدا واضحا أن الضربة لم تكن تستهدف رجلا، بل استهداف فرصة تحويل مسار بطولة عالمية، وفرصة توسيع نفوذ سياسي واقتصادي كانت الولايات المتحدة تسعى إليه منذ سنوات. لهذا السبب بالذات، عندما يسأل اليوم هل كانت العملية نجاحا أمنيا؟ الجواب الحقيقي أعمق بكثير. فالذي سقط تلك الليلة لم يكن زعيم كارتل فحسب، بل سقطت معه ورقة كانت المكسيك تراهن عليها، وصعدت فوقها دولة أخرى كانت تعرف تماما متى يجب أن تغلق الستار ومتى يجب أن تعلن أن الملعب أصبح لها.